النار هنبدأ نعمل الحشو اللي هنعمل بيه النجرسكو. دي معلقة سمنة، ممكن سمنة أو زبدة زي ما انتي عايزة، وهنحط عليها معلقة زيت، وهننزل بالفراخ. الفراخ أنا متبلاها يعني، وممكن براحتك لو انتي مش عايزة تتبليها براحتك، ممكن تتبل بملح وفلفل بس. هتبدأ تسخن كده وهننزل بالفراخ. هنبدأ نشوح في الفراخ كده تقلبتين بس، مجرد يغير لونها. وعلى جنب كده خلاص بعد ما احنا شوحنا الفراخ شوية هننزل بالبصل، بصلة متقطعة هنبدأ ننزل بيها كده. مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعتها قد ايه حلوة. وبعد البصل هننزل بفصين توم عشان يقوي النكهة شوية بتاعتها. مش قادرة اقول لكم الريحة بجد حلوة قد ايه. وبعد كده هنبدأ ننزل بالفلفل الالوان. الموضوع كله ما بياخدش دقايق على النار، الحشوة تجهيزها. نبدأ ننزل بقى بالفلفل الالوان، وممكن لو مش موجود غير فلفل اخضر، يعني هو اهم حاجه في الليله دي كلها الفلفل الاخضر لانه بيدي ريحه فظيعه. هو مجرد بس الالوان بنحاول نعزز شويه او نقوي، نحاول نزود للولاد اي خضار ياكلوه. وتقلبتين على النار بس كده كله يستوي في بعضه كده. خلاص اتشوحت وبقت تمام جدا. هننزل بشويه زيتون، وده اختياري يعني، بس هو بيدي طعم حلو جدا للحشوة من جوه، بيبقى ليها طعم مميز شوية. زيتون زي ما انت عايزة، زيتون اسود او زيتون اصفر حلقات، وبيبقى طعمها حلو جدا. وكده احنا بنكون خلصنا الحشوة.